يا جمال ويا تركات ويا حركات، هنعمل بقى هخليكي تبقي أستاذة كده في عمايل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة. طريقة بجد سريعة جدا، ومش عايزة أقولك بقى الطعم بتاعها كان عامل ازاي. بصوا شايفين جمال المكرونة بالبشاميل؟ أطعم مكرونة وأنجح مكرونة بالبشاميل اللي ممكن تعمليها. ركزي بقى معايا في كده في الخطوات، نخش بقى على الطريقة. معايا طاسة على النار هضيف فيها بقى شوية زيت ومعلقة صغيرة كده من السمنة، دي سمنة بلدي عندي. وهنزل عليها بقى ببصلاية كبيرة كده، هاخد البصلة كده تشويحة، هدبلها بس كده يعني مش هخليها تحمر ولا حاجة. وهنا اول ما دبلت كده هنزل عليها بقى شايفين شكلها عامل ازاي، هنزل عليها بقى بنص كيلو لحمة. طبعا الكمية اللي انت عايزاها بقى، عايزة تعملي مثلا كيلو لحمة يبقى بصلتين كبار عليهم كيلو لحمة. تمام. هفضل اقلب بقى في اللحمة كده، عشان دي كنت لسه مطلعاها من الفريزر يعني قبليها بشويه، فيا دوبك فكت حاجه بسيطه. طبعا هنا بقى نزلت بمعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من السبع بهارات، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود المطحون. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده الطريقه قدامكم، وبفضل اقلب في اللحمه لحد ما بتاخد صدمه كده. وهنا بسيبها يا دوبك 3 دقايق كده على النار تستوي، وافضل اقلب فيها كده بقى. خلاص كده خلصت معانا، هي اللحمه المفرومه ما بتقعدش كتير على البوتاجاز. وهنا بقى كنت مجهزة مية للمكرونة احطها طبعا تغلي بقى لحد ما نعمل البشاميل. طبعا هنا معايا حلة بقى على النار، هضيف عليها معلقتين كبار من السمنة، واول ما تبدأ تسخن كده وتسيح هنزل عليها ب7 معالق كبار من الدقيق. طبعا 7 معالق كبار كده مليانين كده لحد الحرف. وهبدأ بقى ان انا اقلب كده في السمنة لحد ما يبدأ ان هو يعني يا دوبك 2 3 كده تقلبي فيهم مش اكتر. هنا بقى استخدمت على كيلو المكرونة الاقلام، استخدمت عليهم 1.5 كيلو من اللبن. طبعا انا بنزل تدريجيا كده وايد بتقلب، اهم حاجة علشان البشاميل اللي معاكي ما يكلكعش. تمام، اهم حاجة التقليب المستمر عشان يطلع ناجح معاكي. طبعا الحاجة اللي بتخليه بقى كريمي كده وطعمه لذيذ 2 جبنة مثلثات بضيفهم كده اول ما بضيف اللبن عشان يسيح كله مع بعضه. كمان بضيف بقى عليهم معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الفلفل. دول بيخلوا البشاميل في حتة تانية. شايفين هنا القوام بدأ يتقل معايا وبدأ تبقى كريمي كده. طبعا انا مش هطفي عليها الا لما بتلاقيها بتغلي كده وتبقبق معاكي كده تبقى خلاص بقى كده نطفي عليها. سبتها تهدي لمدة دقيقة كده عشان ما تفرش لما اجي اغطيها، ورحت مغطيها بقى بالغطا. اهم حاجة تغطيها بالغطا عشان ما تنشفش منك البشاميل، لان لو سبتيه كده من غير ما يتغطى بينشف. طبعا هنا المية بقى اول ما غلت نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الملح، ورحت نازلة عليها بكيس مكرونة اقلام كيلو. طبعا اهم حاجة المكرونة هنا لازم تستوي كويس، يعني مش تخليها تستوي تتهري، لا تبقى يعني تندوغيها كده تلاقيها تاكليها عادي. هبدأ بقى اطفي عليها واصفيها من المية. وانا بعد ما صفيتها بقى من المية، دي بقى صلصة انا عاملاها في البيت وبحطها في الفريزر كده للوقت اللزوم، يعني لما بكون مستعجلة بصراحة بتخليني اخلص بسرعة الحاجة دي. طبعا صلصة انا عاملاها في البيت، ما بجيبش اي صلصة من بره خالص، لان انا سمعت كلام مش كويس عن الصلصة اللي بره. دي انا عاملاها ازاي؟ ضربة طماطم في الخلاط ومصفيها كويس من القشر اللي فيها، وبعد كده بضيفها في الحلة واضيف عليها شوية من الزيت واسيبها لحد ما تتسبك كده وتنشف. وبعد كده بقى افضيها بقى في حاجات صغيرة كده عشان لما اطلعها استخدمها على قد ما اقدر يعني عشان ما تبص. بعد كده بحطها في الفريزر تاني. هنا خدت زي معلقة كبيرة كده تحمر المكرونة كده وتخليها حلوة.
هنا حطيت بقى معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة برضو صغيرة من السبع بهارات. السبع بهارات دي بتلاقيها عند العطار، بتبقى جاهزة. هنا بقى بضيف عليها برضو شوية من البشاميل، ده بيخلي المكرونة بقى تبقى جميلة كده متماسكة، وما تخليهاش منك تبقى سايبة كده لما تيجي تقطعيها. مش انا قلت لكم هعمل لكم طريقة مكرونة بالبشاميل ناجحة جدا. طبعا هنا بعد ما قلبتها بقى كويس، هضيف بقى ايه في الصينية. طبعا بقيم بعيني كده، اخد نص الكمية، باخد نص الكمية تحت ونص الكمية التانية فوق. كل سنة وانتم طيبين بقى، داخل علينا عيد الأضحى، كل عام وانتم بخير بقى. طبعا العيد ما بيخلاش من الوصفات بقى الكتيرة للحمة، وديت انجح واحسن طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل. طبعا هسوي بقى الصينية كده، وبعد كده بضيف بقى عليها اللحمة المفرومة. طبعا زي ما انتم شايفين كده بسوي بقى اللحمة كده، دي مش محتاجة شرح. وشفتك يا اللي ما عملتيش لايك، اعملي لايك بقى، فرحيني كده، عايزة لايك كتير للفيديو، واشتراك لو انتي اول مرة بتشوفيني وبتتابعيني. طبعا بقى التركية بقى هنا بتنزلي عليها بقى شوية كده بالايه، بالبشاميل، اللي بيخليها برضو اللحمة متماسكة وما تبقاش بتفرفت منك كده وانتي بتاكلي او انتي بتقطعيها. طبعا انا هنزل بقى ببقية المكرونة، وهتشوفوا دلوقتي انا هسويها ازاي عشان اخليها تسوي واحد كلها. هتشوفوا هعملها ازاي. بصوا بقى، صينية او عندك طبق كبير ممكن انتي بتسوي بيه كده بالشكل ده، بتضغطي على المكرونة علشان تبقى ماسكة نفسها كده كويس. وقولوا لي بقى انتوا بتتابعوني من انهي بلد، لان طبعا حابة اعرف مين اللي بيتابعنا وكده، بلاد ايه اللي بتدخل علينا. هنا بقى هضيف بقية البشاميل. بصوا بقى، عشان البشاميل كتير، لبن كتير، فايه بيغطي بقى الصينية كلها، ما بيخليش المكرونة تبقى باينة. هدخلها بقى الفرن علشان كده الوش يتحمر كده وتبقى فل. هنا كده بقى كده بعد ما طلعتها من الفرن، طبعا اول ما بتطلعها بتبقى سخنه قوي. طبعا سبتها هنا لمده نص ساعه او ازيد شويه لحد ما بتهدى وبتبقى بالشكل ده. اعرف بقى اقطعها، اعرف اتعامل معاها. اهم حاجه ان هي تهدى شويه. وبألف هنا وشفا وما تنسوش بقى اللايك زي ما قلت لكم. ولو عجبكم الفيديو، انا عارفه ان هيعجبكم ان شاء الله، متنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واي حاجه بعملها انا واختي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.